أهلا بيكم من جديد ولسه مكملين في رحلة مملكة تيكا الأسطورية مع الأميرة مايا والمحاربين الثلاثة. لو ما تعرفش اللي حصل في الجزء الأول من المسلسل ادخل دلوقتي على القناة واتفرج على الجزء الأول بسرعة عشان ما يفوتكش حاجة وتبقى فاهم إيه اللي هنتكلم عليه في الجزء التاني النهاردة. وبالمرة وانت في القناة اتأكد انك اشتركت معانا وفعلت زرار الجرس عشان ما يفوتكش حاجة بعد كده، ويلا بينا نكمل على طول بأحداث الحلقات الباقية من المسلسل. مايا واصحابها المحاربين كانوا واقفين بيتفرجوا على مملكة تيكا، والدخان طالع من كل حتة فيها والنار مشتعلة في أركانها. فنزلت بسرعة على المدينة ومعاها الفهد تشابا عشان كانت مرعوبة على باباها ومامتها، وطبعا مش في بالها إن أصحابها هيكونوا وراها، لأنهم لو انتوا فاكرين اكتشفوا إنها بتكذب عليهم وكانوا زعلانين منها جدا. وصلت مايا لبيتها وللأسف عرفت من مامتها إن باباها تحت صخرة كبيرة مش قادر يحركها. حاولت إنها تشيل الصخرة من عليه بكل يأس، لكن فجأة وصل بيتشو وشال الصخرة وساعدها هي وأبوها، وكمان باقي أصحابها كانوا موجودين، وده خلى مايا تفرح وتحس بالذنب عشان كدبها عليهم في نفس الوقت. أما أبوها بقى فكان بيهلوس طول الوقت، وده بسبب الأعشاب اللي بياخدها عشان تعالج جروحه. وفي الوقت ما كان الكل بيتكلم وصلت غيمة سودا والرعد بتاعها لونه أحمر مرعب، وبينزل من الغيمة دي 4 من لوردات الشر، واحد متخصص في السحر الأسود والتانيين بتوع السرقة، أما التالتة فمسؤولة الوهم، والرابع والأخير هو إله الغابة، واللي جايين عشان ينفذوا أمر اللورد ميكلان ويقبضوا على مايا ويقضوا على كل اللي معاها. وهنا بقى اتقسمت مايا والمحاربين الثلاثة على كل واحد من لوردات الشر دول. بيتشو حارب آلهة الوهم، ورغم انها حاولت تضحك عليه لكنه قدر يهزمها ويقاوم الأوهام. أما ميتشي وريكو فكل واحد دخل في حرب مع المتخصص في مجاله. ميتشي قدرت تهزم إله الغابة في اللحظة الأخيرة ويهرب من قدامها، أما ريكو فحارب إله السحر الأسود واللي صلح له العصاية بتاعته عشان ما يتقالش إنه هزم ساحر من غير عصاية. بس ريكو هزمه في النهاية بمساعدة أصدقائه اللي وصلوا له في آخر لحظة وأنقذوه من الرعب اللي كان معاه. أما مايا فدخلت في مواجهة مع لوردات السرقة، ورغم إنهم جننوها وكانوا قربوا يقضوا عليها إلا أنها قدرت تقضي على واحد منهم وتقتله، وده خلى الكل مرعوب من اللي حصل لأنهم ما كانوش يعرفوا إن ممكن واحد من البشر يقتل لورد من لوردات الشر. وقضت مملكة تيكا الليلة بتحتفل بأبطالهم وجهزوا نفسهم عشان تاني يوم هتبدأ رحلتهم للبوابة الإلهية اللي هيدخلوا منها للعالم السفلي عشان يقتلوا ميكلان ويدمروا البوابة. بدأت رحلة أبطالنا الطويلة للبوابة الإلهية، وكانت الرحلة مليانة بالتفاصيل الكوميدية والشيقة بين الأصحاب. وبعد معاناة الرحلة الصعبة دي وصلوا لمكان البوابة، واللي ما قدروش بعد محاولات كتيرة تخطر على بالك أو ما تخطرش كمان ما قدروش إنهم يفتحوا البوابة. كمان فجأة البوابة بتتحرك وتتحول لوحش عملاق بدأ يهاجم مايا والمحاربين الثلاثة، وحسوا إنه أقوى منهم ومش قادرين يعملوا معاه حاجة. في اللحظة دي اكتشفت مايا إن معاها القلادة بتاعت أمها الليدي ميكيتي آلهة الموت، وشافت نفس العلامة اللي موجودة في السلسلة على الوحش العملاق ده، فطلبت من ميتشي إنها تثبت الوحش مع بيتشو بالسهام بتاعتها. وفعلا بدأوا ينفذوا خطتها وقدروا يثبتوه، ووصلت مايا لمكان القلادة وبسرعة حطتها في المكان بتاعها، وقبل ما الوحش يوصل لها اتسمر مكانه وفي ثانية اتحول لبوابة مرة تانية واتفتح المدخل لعالم اللوردات الأشرس والأوحش على الإطلاق. دخلت مجموعة الأبطال بحذر للبوابة، لكن مايا أمرت شابا إنه يرجع ويحمي أبوها وأمها لأن دوره لغاية هنا خلص. ودخلت مع أصحابها، وأول لما بقوا جوه العالم المرعب ده وصل زاتز ليهم وأعلن لمايا إنه بقى حليف ليها وهيساعدها إنه يقضي على اللورد ميكلان اللي شره كمان بقى منتشر حتى في العالم السفلي، والكل بقى بيكرهه وعاوز يخلص منها، لكنهم خايفين من قوته ودلهم على طريق إله الحرب. أول لما وصلت المجموعة لقلعة اللورد ميكلان بدأوا يفكروا إزاي ممكن يدخلوا الحصن ده، وهنا جت فكرة حلوة لمايا، وهو إن زاتز يدخل بيهم على إنه قبض عليهم ودخل يسلمهم، وهوب في اللحظة دي ينقضوا عليه. وفعلا بدأوا تنفيذ الخطة، ودخل زاتز على اللورد وكل أتباعه، وأول لما بقى واقف قدامهم ظهرت مايا والمحاربين ومسكوا أسلحتهم وأعلنوا عن خطتهم للورد ميكلان، اللي بدأ يتريق عليهم ويمثل إنه خايف من تحالفهم، وعلى طول قبض على زاتز وثبته مكانه. ولما حاول ابوه انه ينتقم من ميكلان اتقتل قدام عين ابنه، واكل اللورد ميكلان قلبه عشان يزيد قوه، ودخل في معركه شرسه مع مايا والمحاربين الثلاثه.
وكان فعلا مايا واصحابها مسيطرين على المعركه، لكن فجاه اتقلبت الايه وقدر ميكلان انه يهزمهم، واخد مايا على ترابيزه الاعدام عشان يضحي بالهجينه وتزيد قوته وسلطته. في اللي حصل ان لورد ميكيتي بدات تساعد مايا وصحابها من غير ما حد يحس. موقف صدمنا كلنا، لكن ما تستعجلوش هتفهموا كل حاجه دلوقتي. المحاربين قدروا يطعنوا ميكلان وهو مش واخد باله، وده خلاه يتجنن، ففكت ميكيتي بنتها وقالت لها تهرب فورا. حاولت مايا انها تكمل معركتها، لكن ميكلان كان بيحتضر، لكن صحابها كلهم كانوا مصابين اصابات شديده ولازم فعلا يهربوا. عشان كده اخدهم بيتشو بسرعه وهرب الكل من القلعه، لكن للاسف اللوردات التانيه قررت تجري وراهم وتقبض عليهم، لان الكل كان طمعان في مايا وعاوز يضحي بالهجينه عشان يفوز هو بالسلطه والقوه. وفضلت اللوردات تطارد ابطالنا وفعلا مسكوهم، لكن فجاه بتظهر بومه جميله وعملاقه فجاه وبتنقذ المجموعه كلها. لكن بيتشو ما قدرش انه يطلع على ظهر البومه بعد ما ساعد الكل انه يطلع عليها، ولما طلع هو كان تقيل جدا، وده خلى الالهه التانيه تقبض على البومه اللي فضلت تقاوم عشان تهرب ويطير للبوابه. في اللحظه دي قرر بيتشو الشجاع انه يضحي بنفسه ونط من على البومه وبدا يحارب اللوردات لوحده، ودمر المدخل بتاع البوابه من جوه عشان محدش يأذي اصدقائه. وفجاه بيظهر اللورد ميكلان مع اتباعه بيهجموا على بيتشو اللي بيموت زي ما كان عايز طول عمره، موتة المحارب الشجاع عشان هدفه النبيل، وبيقابل اخيرا ابوه وامه في العالم التاني. البومه بعد ما بعدت شويه فجاه ضاعت كل قواها ووقعت من السماء، لكنها فاقت على اخر لحظه، وده خفف قوه الصدمه شويه، وتتحول البومه لليدي ميكيتي آلهة الموت. ايوه بالظبط، ام مايا ساعدتهم عشان يهربوا من زوجها الشرير، وبعد ما اطمنت ان بنتها بقت بخير قالت انها هتغمض عينيها لشويه، وفعلا نامت نوم عميق من التعب. في اللحظه دي قالت مايا لاصحابها اللي حل ذاتز محل بيتشو بعد تضحيته بنفسه ان كل واحد يروح لقبيلته ويعرفهم اللي حصل ويحذرهم من الخطر، وكمان يطلب منهم الاتحاد مع مملكة تيكا عشان يقضوا على الشر اللي هيغزو العالم كله. قعدت مايا جنب مامتها لغايه لما فاقت، وطبعا كانت مش طايقاها، لغايه لما اتكلمت الام وقالت ان عمرها ما سابت بنتها اللحظه. وهنا مايا اتصدمت، وخصوصا لما عرفت ازاي الخدامه اللي كانت بتحتفل مع مايا كل سنه بعيد ميلادها كانت هي امها الحقيقيه الليدي ميكتي. هنا حست مايا انها فعلا ظلمت امها وانها حبتها بجد، وبعدتها عن اللورد ميكلان عشان خايفه عليها، وعشان كده اخدتها مايا وراحت على بيتها. وكان ابوها مصدوم من اللي شايفه قدامه، مراته وحبيبته القديمه، وده خلاه طول القعده وهو قاعد متوتر. والتوتر زاد لما عزمت مراته على ام مايا انها تتعشى معاهم، وكانت قعده اسريه بامتياز، الكل كان مبسوط وبيضحك. اما الملك كان على طول متوتر، والمحاربين الثلاثه التانيين كان كل واحد في مهمته بيتكلم مع اهله وناسه. في نفس الوقت مايا كانت في مملكتها بتحمس شعبها عشان يجهزوا للحرب الكبيره. فجأة وصل اللوردات بقوتهم الضربة لمملكة تيكا، واللورد ميكلان كان على راس الموجودين في المملكة، وبعد ما وعدهم انه هيقضي عليهم بالكامل بتحصل حاجة بيتفاجئ الكل بيها حتى اللورد ميكلان نفسه، وهو ان مملكة القمر وصلت فجأة لساحة المعركة ومعاهم ريكو، واعلنوا انضمامهم لمملكة تيكا في حربها ضد الشر. وبعد كده وصلت مملكة الغابة للمكان واعلنت هي كمان انضمامها للمعركة حليفة لمملكة تيكا. وقبل ما المعركة تبدأ وصلت مملكة الجبال الذهبية للساحة واعلنت هي كمان انضمامها للمعركه، وده خلى اللورد ميكلان يقلق ويتجنن في نفس الوقت، وامر كل اتباعه بالهجوم فورا. اشتعلت الحرب اللي موجوده في النبوءه من سنين بين البشر ولوردات الشر المتوحشين، وفي وسط المعركه ما كانت مشتعله قابل اللورد ميكلان مراته الليدي ميكيتي واقفه ضده مع البشر، وده خلاه يتصدم. حاول انه يستميلها ويرجعها لصفه تاني لكنها رفضت وفضلت تهاجم فيه، وده خلاه يتجنن ويقول عليا وعلى اعدائي بقى، وامر الكل بالهجوم باقصى قوه ويقتلوا اي حد يقف في وشهم. الساحر الاسود بدا يهاجم ريكو، لكن المره دي ما كانش اعظم السحرة لوحده، كان معاه بقى اصحابه بقى من مملكه القمر، وقدروا انهم يهزموا وش المعزه ده شر هزيمه بعد ما اتحدوا. اما مايا وزاتز فهاجموا اله الريح والعواصف مع بعض، وقدروا هما الاثنين انهم يشكلوا فريق قوي جدا كان عندهم القدره انه يقضي على الاثنين مع بعض. اما الجبال الذهبيه فكانت معركتها مع لورد السرقه اللي اول لما شاف عدد البرابره هرب منهم، وهم ما سابوهوش وجريوا وراه عشان ينتقموا منه. وبنروح للمملكه بتاعه الغابه اللي اتحدوا ضد مملكه الوهم اللي حاولت تنتشر في شخصيه ابو الملكه الارمله، لكنها فاقت من الوهم في ثواني وامرت جنودها انهم يهاجموا اللورد ده فورا، وقدروا انهم يهزموها برضه. الهزائم الكتيره دي اعلنت بقرب هزيمه ميكلان واتباعه لما حس اله الحرب
بده أخد خطوتين لورا وأعلن السلاح الحقيقي ليه في المعركة، وهو جيشه من الأموات اللي طلع فجأة من تحت الأرض، وكمان تماثيله الوحوش الضخمة. وبالمنظر ده بقى الفوز تقريبا مستحيل في المعركة. لكن مايا حمست جيوشها كلها تاني وهجموا على جيش الشر ده. في وسط ما كانت المعركة شغالة وشديدة، اتعرضت زعيمة ملكة القمر لضربة قوية كانت إنها تقضي عليها، لكن نيكو استخدم سحر الفلاحين وساعدها وأنقذ حياتها، وكمان ادالها العصاية بتاعت أبوها ومثله الأعلى لأنه خلاص قدر يتحكم في قوته وسحره وما بقاش محتاج ستيفن. اللي عمله ده كله كان تحت أنظار تيمي اللي وقعت في حبه في لحظتها على طول وساعدته لما حاول جنود الشر يهجموا عليه وهو مش واخد باله. في الوقت ده كان اللورد ميكلان مش مركز في المعركة كلها إلا مع مايا اللي عاوز ينتقم منها بأي شكل ويقتلها، وفعلا قرب يعمل كده، لكن وقف في وشه أبوها وأمها الليدي ميكيتي وانضم ليهم إله البراكين ومعاه مراته آلهة التماسيح اللي ساعدتهم مايا في الحلقات الأولى فاكرين. لكن للأسف ما قدروش يكملوا في المعركة بتاعتهم وقت طويل، وهجموا على ميكلان لكنه قدر يقتل إله البراكين، ولما حاولت مراته تنتقم ليه قتلها هي كمان وأكل قلوبهم مع بعض. الحرب اشتدت، وإله الغابة اللي اتعاقب من ميكلان بإنه أخد عينيه عشان فشل في مهمته الأولى اتحد مع أتباع مملكة الغابة ضد ميكلان، وده خلى الحرب كفتها تميل أكتر ناحية مايا وحلفائها. عشان كده قرر ميكلان يلعب بآخر ورقة ويضحي بكل أتباعه بقى، اللي جمعهم في ساحة واحدة وقتلهم كلهم وأكل قلوبهم وانصهر بالكامل. الكل افتكر إنه مات خلاص، لكن فجأة خرج تنين براسين عملاق وضخم وأقوى من أي حاجة أو حد موجود. حاولت مايا انها تحافظ على حماس جيشها وجات لها خطه عشان يقضوا على الوحش العملاق ده، ووزعت صحابها عشان ينفذوا خطه محدده في دماغها كده. لكن على مين؟ التنين كان اقوى فعلا وقدر انه يقتل زاتز ويبلعه، وكمان اصاب امها الليدي ميكيتي اصابه شديده. وقبل ما تموت قالت لمايا ان سر الوحش ده يكمن في قلبه، اللي لو قدرتي تطعنيه هتقدري تقضي عليه. وبتموت بعدها. الكل فضل يقع من حوالين مايا والوحش دمر كل حاجه واي حد فعلا. لكن مايا وهي بتحاول تلاقي ثغره تقتله منها اكتشفت ان الحل هو جوه معدته، وعشان كده ضحت بنفسها ودخلت فعلا لبقه وبدات رحلتها جوه جسم الوحش ناحيه القلب. بس عشان اله الحرب عنيد وشره عامي عينيه بدا يطاردها حتى جوه جسمه نفسه، وقبل ما توصل لقلبه لانه فهم هي عاوزه تعمل ايه، لدرجه انه ضرب عليها من ناره عشان تقف، وفعلا وقفت. ما بقاش في ايديها غير حته صغيره من سيفها، لكنها برضه رفضت تستسلم وقالت ان لو ده قدري فهو هيفضل بايدي للابد. وهجمت على قلب الوحش وطعنته فعلا، وده خلاه ينفجر انفجار كبير وضخم جدا هز الكره الارضيه كلها. في اللحظه دي بيرجع كل الاموات اللي قضى عليهم الشر ده عشان يودعوا اهلهم للمره الاخيره. كل حد فقد حد عزيز عليه ووحشه وعاوز يشوفه قدر يشوفه، وكل واحد مات حد هو بيحبه من غير ما يودعه بقى قادر دلوقتي انه يودعه. وتحولت مايا بعد كده للشمس وحبيبها زاتس للقمر عشان يفضلوا يرقصوا مع بعض طول الوقت، وبقى عيلتها واهلها بيسلموا عليها كل يوم اول لما تطلع وقبل ما تغرب. خلصت حكاية مايا والمحاربين التلاتة، بس الغاوي لسه عنده حكاوي كتير ما بتخلصش. ما تنسوش تستنونا في رحلة جديدة وحكاية جديدة، وانزلوا قبل ما تخرجوا اخبطوا لايك وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات تحت، ونشوفكم قريب قوي. مع السلامة.